قصة المغربي أشرف حكيمي من أفقر أحياء مدريد إلى أكثر لاعب إفريقي تتويجا بالألقاب. قصة اللاعب أشرف حكيمي يمكن تكون درس لأي لاعب عربي يحلم بمسيرة كبيرة في أوروبا ودرس في تحدي الصعوبات. حكيمي تولد وعاش في حي المهاجرين في خطافي، وكان كل يوم يقطع عشرات الكيلومترات مع والده باش يلعب في أكاديمية ريال مدريد. والد أشرف كان بائع متجول وأمه كانت تشتغل في المنازل، ورغم الظروف المتواضعة اختارت العائلة تقف وراء أشرف باش يحقق حلمته. أشرف حكيمي لعب في ريال مدريد وفي بوروسيا دورتموند وفي انتر وباريس سان جيرمان، توج بكل الألقاب اللي يتمناها أي لاعب، ولعب في فرق يتمناها كل اللاعبين، وهذا الكل في عمر 27 سنة فقط. حكيمي توج ب 19 لقب في مسيرته، آخرها كان دوري أبطال أوروبا، وصار أكثر لاعب إفريقي تتويجا بالألقاب. حكيمي اختار المغرب في عمر صغير ورفض كل الإغراءات الإسبانية، وهذا اللي خلاه يدخل لقلوب المغاربة أكثر. من أفقر الأحياء في مدريد وظروف اجتماعية متواضعة إلى مسيرة كروية يتمناها أي لاعب في عمر 27 سنة. هذه كانت قصة أسد الأطلس أشرف حكيمي.